أولا هي مشاورات اتصالنا وجلساتنا كما كنا في حاجة الشغل تحت إشراف أعضاء المكتب في الاتحاد العام التونسي للشغل، جلساتنا في مختلف الوزارات في علاقة ببقية الإضراب العام الجهوية اللي ضمن تعدد النقاط اللي هي تهم الحق النقابي وتهم التعيينات اللي كانت عندها أبعاد الولاء الحزبي وحياد المساجد وملف الكبير في جهة صفاقس اللي هو ملف التنمية واللي جهة صفاقس على مدى العقود الفارطة كانت مهمشة في هذا المجال. إذن بعد الجلسة الصباحية اللي عقدت مقر وزارة الشؤون الاجتماعية واللي كانت نتائجها إيجابية وكان التفاعل مع المطالب المطروحة مشجع، وقع إلغاء الإضراب بتحقيق مطالب وبمواصلة الحديث مع الوزراء في الحكومة الحالية مع وزراء في الحكومة الحالية في المطالب نعرفوا اللي تم طي ملفات تأديبية لمستشفى الهادي شاكر نقابية مستشفى الهادي شاكر، وكذلك هذه ملف إدارة الأفعال المزورة وحل المشاكل هذه. كذلك بالنسبة ملف خيم النقابيين التجهيز والنقاط الأخرى التي مؤسس في النعورة، والآن يواصل التبحث في الوضع الاجتماعي بين صحة المدنية وكذلك مؤسسة الكولا. بالنسبة لمساحة النعورة مؤسسة النعورة الملف وقنا وصلنا إلى حل معناها برضا كل الأطراف. مازال نحن بصدد الحوار مع المعنيين بالأمر ومع أصحاب مؤسسة الكولا ومع مؤسسة الكولا والنعورة ومصحة الجميع، وثم بوادر خاصة بمصحة الجميع للوصول إلى حل. ثم نقاط أخرى اللي هي في علاقة بالتربية، في علاقة بالصحة، في علاقة بالبنية التحتية في صفاقس، في علاقة بالتعيينات الأخيرة، في علاقة بحياد المساجد. وقع الحديث فيها مع في علاقة بالنقل كذلك الحديث فيها مع السيد وزير الداخلية وعضد كاتب الدولة الداخلية، وكان استمع علينا باهتمام كبير وتعهد بأنه مش يدرس المسألة هذه جدية ومش يتابعها وبالطبيعة بالرجوع إلى الوقائع وإلى الملفات سيتخذ القرار من شأنه أنه رجع الأمور لاقتصادها ويحافظ على المناخ الاجتماعي السليم في جهة صفاقس. وبالنسبة لوضع المساجد في جهة بعض المساجد مشكلة المساجد، قدمنا في جلسة مع مستشار السيد وزير الأول قدمنا قائمة في بعض المساجد اللي هي أئمتها المسجد فقط من صفاقس أئمة فيها خطابهم خاصة اليوم في صلاة الجمعة خطابهم كانت دائما موجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد وتهم وكيل الاتحاد بعدم الحيادية بغرات البلاد إلى غير ذلك. هذا لا يليق بإمام جمعة معناها خطيب جمعة هو في الأصل معناها إنسان واعظ وإنسان معناها يدعو إلى التقارب ويدعو إلى التحامل ولا يبتهج في خطبه نهجا متفرقة. قدمنا قائمة السيد مستشار السيد وزير الأول وتعهد بمشكلة المسائل وكلما ثبت معناها
انه نهج المنهج هذا باش تتخذ الاجراءات القانونيه. بالنسبه للتعيينات قدمنا كذلك رساله الوزير الداخليه قائمه في المرتب تاع التعيين في الفترات السابقه، واللي لعلمكم معناها من الطرائف انه العمد هذوما انخرطوا فيما يسمى منظمة الشغل التونسي اللي كان بين مؤسسها أمام جامعة سيدي النخوي رضا الجواد. ظاهرة الولاء والانتماء هذا نعرف أن العمد دوره حساس في المناطق السكنية والأحياء، وبالتالي يجب يكون بعاد على كل التجارب. والسيد الوزير تعهد في القريب العاجل ساعي أن في القريب العاجل صفقة الحافلات 98 حافلة باش تكون تنتهي، وصفاقس كذلك نصيب صفاقس من الحافلات الجديدة اللي باش تبنيها الثانية وزارة النقل، وهي 44 حافلة مشكور معناها. ثم وعد الجهة بأن قدر المستطاع سيحاول اقتناء توفير ناقلة للمسافرين بين صفاقس وقرقنا، باعتبار وأن البواخر في جزء كبير قدم وما حدش وزير التربية نفس الشيء يدعم الجهة في إطار الميزانية التقليدية، باش يحاول باش يدعم الجهة بالعمل يشهد مع مدارس نقص كبير فيها، وباش يحاول أنه إدارة صفاقس مندوبية صفاقس حميل باش يتم معناها نقلها إلى صفاقس بعد دراسة فنية باش تكون على أرض معهد نجيب أبو ليلى وتابعة لوزارة التربية إدارة جهوية. هذه المجالات اللي تم الحديث مع وزير التجهيز كذلك وتعرف الأمور كثافة المرور معناها بجهة صفاقس كيفاش أصبحت معناها مخلقة، وهذا لقينا تفاهم كبير طرف السيد وزير التجهيز. ملف الصحة ملف كبير وآلها اهتمام كبير السيد وزير الصحة، وتعهد بزيارة ميزانية لجهة صفاقس باش يعاين هذايا، وثم وعد كان وعد معناها جاد، كانوا المستشفى الجامعي في صفاقس سيكون وسينجز كما على وعد أو كما ينتظره مواطني الجهة، مع بالطبيعة تعزيز الجهة بالموارد البشرية من الأطباء والمحافظة.